يا مساء الفل. ما تيجي نعمل مع بعض كنتاكي في البيت، وهقولك الخلطة السرية اللي محدش هيقولها لك غير هنا. عندي صحاب كتير شغالين في مطاعم كتير جدا، كل الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره غالية هنعملها مع بعض بسعر رخيص جدا، من غير بقى لبن ولا زبادي ولا رايب ولا مية ولا تلج ولا شعير ولا اي حاجة من الحاجات المكلفة، ولا توابل كتير، وبفرخة كبيرة، ومن غير مياه غازية. سر التتبيلة في كيس اندومي. تخيلي كيس اندومي. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. انا استخدمت كيسين من توابل الاندومي، حطيتها كده على الفراخ بتاعتنا، وهو ده بس المكون السري. وحطيت شطة عشان انا بحبها سبايسي، مش عايزاها سبايسي ما تحطيش شطة خالص. نفركها بقى كويس قوي كده عشان خاطر الخلطة تخش فيها كلها. اوعدك هتستوى كويس جدا ومش هيبقى فيها ولا نقطة دم. هجيب بقى كوباية من المية وننزل كده على الفراخ، ونقلب فيها الفراخ كويس قوي، ونغطيها ببلاستيك راب ونسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة أو يوم بليلة. لو مستعجلة قوي يبقى مش أقل من 4-5 ساعات. هنجيب بقى بولة فيها نص كيلو من الدقيق، عليه نص كوباية من النشا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما يختلطوا. مش هنحط أي توابل خالص على الدقيق. الفراخ بتاعتنا بعد ما عدى عليها يوم بليلة طلعناها، شايفين ريحتها بقى متشبعة بالتوابل خالص. هنطلعها نفصلها عن المية، والمية بتاعتنا مش هنحط عليها لا تلج ولا اي حاجة لان المية دي اساسا كانت في التلاجة. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونقلبها في الخلطة اللي احنا عملناها دي بالنشا 10 تقليبات، مش اقل من كده. ممكن تزودي عن 10 يبقوا 12 او 15 لو انت بتحبي تبقى سميكة جدا. وننفضها كويس قوي، ننزلها في التتبيلة اللي هي كانت الفراخ فيها، ونرجعها تاني ونقلبها 10 مرات. تقلبي وتنفضي تقلبي وتنفضي عشان خاطر الفراخ بتاعتنا تنفش، وفي نفس الوقت تاخد من طعم التتبيلة كويس قوي. هنكرر الموضوع دوت لمدة 3 مرات، 3 مرات عشان ناخد الطبقة بتاعت كنتاكي اللي هي العالية. عايزة اقولك بعد خطوة الدقيق ديت، يعني مثلا انا عملت قطعتين على حسب الحاجة اللي انا هعمل فيها او 3. عايزة اقولك ان انتي تخلصي وتحطيها على طول في الزيت، ما تسيبهاش على جنب عشان خاطر انا مش عايزة الدقيق يطرى. طيب انا مثلا هعمل في حاجة غويطة هتستخدم مثلا يعني 5-6 حتت. هعمل ايه؟ هحطها زي ما انتوا شفتوا كده، انا كنت حطاها على الدقيق عشان خاطر الدقيق يسحب اي رطوبة ما تطرش. شايفين هي كده محطوطة في الزيت. طبعا حطها في الزيت لمدة قد ايه؟ الزيت لازم يكون غزير بالشكل ده، لمدة 14 دقيقة. لمدة 14 دقيقة احسبيها في الساعة وما تخافيش مش هتتحرق خالص. التركة التانية، شايفين الحتة الحديدة دي، الشبكة دي بتاعت الشواية العادية اللي هي كانت بتاعت بيوتنا القديمة خالص، طبعا متوفرة بتتباع في اي حتة اشكال كتير. دي اللي لازم تطلعي عليها الفراخ بالشكل دوت، ولازم يبقى في مسافة بينها وبين الحاجة اللي محطوطة تحت منها عشان خاطر الفراخ لو فيها اي زيت زيادة ينزل منها وما تطراش، تفضل كريسبي معانا. شايفين مستوية للآخر ما شاء الله، والكمية متضاعفة. أنا قلت اللي بتاع الفراخ يقطعها لي 12 حتة. الفرخة بتاعتي كانت كبيرة ما شاء الله أساسا، 2 كيلو، معدية 2 كيلو، فقطعها لي 12 حتة. التركة بقى اللي هقولها لك المهمة كمان، إن أنا جبت الفرخة بتاعتي وغسلتها كويس، وبعد كده حطيتها في الفريزر لمدة يوم عشان خاطر تطرى معايا. بعد كده طلعتها غسلتها تاني كويس قوي، وبدأت ان انا اقطعها. عملت فيها فتحات كتير جدا عشان خاطر تشرب من التتبيله كويس قوي. ما تنسيش تقولي لي بتتابعيني من انه بلد، وقولوا لي عايزين وصفات ايه تاني نعملها مع بعض، ولايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد، وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. طبعا التسويه انا قلتلك لمده 14 دقيقه، لو انت عايزاها اللون ما احنا بنشتريها اللون ده. طيب انا بحبها اللون الجولد الغامق شويه. هعمل ايه؟ زودي دقيقة او دقيقتين تاني بس مش اكتر عشان خاطر ما تتحرقش، يعني لمدة 15 او 16 دقيقة، وخلي بالك منها كويس اوي. مفيش احسن من حاجة البيت وانا اللي ضفتها.
وكفايه ان انت عاملاها بايدك. صدقيني كل اللي هيشوفها وكل اللي هيدوقها عندك هيفتكر ان انت جايباها من بره. واعمليها لهم وما تقولهمش، سيبيها لهم مفاجاه وهتشوفي هما يقولوا لك ايه. كل اللي هيدوقها هيفتكر فعلا انها جاهزه. وهتشرف في العزومات لو عندك عزومه وعايزه تعمليها فيها حاجه كده تحفه واوبشن. يعني احنا بنروح ندفع فلوس كتير جدا عشان خاطر نجيب وجبه مكونه من قطعتين انت هتعمليها في البيت بمنتهى السهوله. بديل توابل الاندوبي هو الملح الصيني، وللاسف هو مش متوفر في مصر. الملح الصيني متوفر في مصر في حاجتين اتنين: في توابل الاندومي اللي احنا عملنا بيها الوصفه، وفي مرقه الدجاج. اختاري طبعا اللي يريحك. اللون الاحمر اللي انت شايفاه في الفراخ دوت في الفيديو ده مكان الشطه اللي احنا استخدمناها. لكن بصوا انا جايبه لكم لغايه العظم، هي ما فيهاش ولا نقطه دم من جواها. لو حسيتي ان هي محتاجه شويه ملح ممكن تضيفي لها شويه ملح مع توابل الاندومي والشطه. وكفايه ان احنا عاملينها في البيت وضامنينها كويس قوي، ضامنين نظافتها، ضامنين الفراخ اللي احنا بناكلها احنا اللي شاريينها واحنا اللي طابخينها واحنا اللي غسلينها، احنا اللي عاملين فيها كل حاجه. بجد وصفه سهله وبسيطه ولذيذه جدا، هتعجب ولادك قوي وهتغنيكي عن الفلوس الكتير اللي بتدفعيها في المطاعم. جربيها وقولي رايك في الكومنتات، لان اكيد رايك يهمني. لو عجبتك الوصفه متبخليش عليا لايك وشير ومتابعه. باي باي.